نفسي يبقى عندي الفرصة إني أكتب آخر صفحة ليا في الأجندة. في 22 نوفمبر 82 اتولد عمرو سلامة، مخرج مصري ما اتعلمش الاخراج بصوره اكاديميه، ولكن النهارده مش جاي اكلمك في حياته في الطفوله كانت عامله ازاي او هو اتخرج من ايه. انا جاي اسال السؤال الاهم: ليه عمرو سلامة مخرج مختلف عن كل المخرجين اللي ظهروا معاه؟ وليه كل اعماله السينمائيه كانت بتقول حاجه مختلفه؟ احنا النهارده جايين نتكلم عن افلام عمرو سلامة. قبل ما نبدا، لو عجبتك الحلقه دي والمحتوى اللي احنا بنقدمه على فيلموجرافي، اعمل لايك عشان المحتوى ينتشر لاكتر من شخص تاني غيرك، وقول لي في كومنت بقى ايه المخرجين اللي انت عايزنا نتكلم عنهم في الحلقات اللي جايه. ويلا بقى نبدا. عمرو سلامة مخرج كل مشكلته هو انت، ايوه انت عزيزي المشاهد، كل مشكلته انك بتخرجش من السينما تروح تاكل وتشرب وتنام. مخرج كل مشكلته انه وانت خارج من السينما لازم تسال نفسك سؤال، وانت قاعد في البيت وافتكرت فيلم ليه لازم تسال نفسك سؤال. هي دي فكره عمرو سلامة في كل افلامه، ان لازم تكون بتقول حاجه. والبدايه من زي النهارده. زي النهارده واول فيلم طويل في مسيره عمرو سلامة الاخراجيه، ورغم ان هو اول فيلم الا انه نجح نجاح اسطوري، لدرجه ان عمرو سلامة اتصنف كافضل مخرج شاب في 2008 من النقاد، واتكرم من مهرجان الاسكندريه. وده لو رجعنا السبب هنلاقيه لان عمرو سلامة اخرجه على طريقه هوليوود، وده مش كلامي، ده كلام عمرو سلامة نفسه، في ان في بداياته كان متاثر باتنين مخرجين في هوليوود هم تارانتينو وديفيد فينشر، وكان بيحاول ان هو يقلدهم في اسلوبهم عشان ينجح في افلامه. واهم حاجه بالنسبه له كانت الحبكه، اهم كمان من الشخصيات وبناها. الحبكه في انه دايما يخليك متفاجئ بكل حدث في الفيلم، ويخليك قاعد مستني المفاجاه اللي بعديها. فشوفنا احداث بتتعاد ديجافو، وشوفنا دم ومخدرات وحب وموسيقى ورقص، يعني تقدر تقول كده كل عوامل نجاح الفيلم الامريكي. والنجاح فعلا جه، ده بجانب ان عمرو سلامة دايما بيخرج معاه في كل فيلم تقريبا نجم لسه ظاهر. وبداية هنا كانت من آسر ياسين اللي كان قايم بدور اخو بسمة مدمن المخدرات اللي بيقتل، اللي هو يعني الفيلن في الفيلم بتاعنا. وصراحه آسر ياسين قدم الدور بصوره قويه جدا، لدرجه ان الناس خرجت من السينما مهتمين جدا بقصه آسر ياسين اكتر من قصه البطله ذات نفسها. ولكن النقطه المهمه بقى ان بعد الفيلم ده عمرو سلامة بص لصناعه السينما اللي هو بيعملها نظره مختلفه تماما، وسأل نفسه سؤال مهم جدا: هو انا عايز اقول ايه؟ لو بصيت على فيلم زي النهارده مش هتلاقي فيه سؤال او شيء هتساله لنفسك وانت خارج من الفيلم. فيلم عادي ممتع خفيف عليك وحبيته وفرجت عليه وروحت. ودي النقطة بقى اللي عمرو سلامة غير كل تفكيره بسببها في الفيلم اللي هيجي بعد كده، اللي هو فيلم أسماء، واللي نزل في 2011. أشوفكم بكرة تاني مع مصر وهي بتولع تاني على صفيح ساخن. وزي ما انت عارف في الفترة دي في مصر السينما ما كانتش قوية، والاعمال ما حدش كان بيتفرج عليها لان البلد كانت في حالة غير الحالة. ولكن لو هتبص هتلاقي ان اسماء عمرو عمله بعد 4 سنين من فيلم زي النهارده، والفيلم كمان كان قصة حقيقية وحاجة المصريين لما بيسمعوها بيكتموا ودانهم او بيسيبوا القعدة ويقوموا، واللي هي مرض الايدز. بس هل الفيلم بيتكلم عن كده فعلا؟ بيتكلم عن المرض واعراضه وازاي بيتعاملوا معاه؟ هل الفيلم بيتكلم عن لكن لازم تتعاطف مع مريض الايدز عموما وان المرض ده مرض زي اي مرض تاني؟ الاجابة هي لا. الفيلم ده ما بيتكلمش عن مرض الايدز بس، او هو خد مرض الايدز كوبري عشان يتكلم فيها حاجات تانية كتير. الفيلم عموما بيتكلم عن الخوف من مواجهة المجتمع الغير مقدر، المجتمع اللي بيحكم على اي حد بدون اي اسباب، المجتمع برضو اللي ممكن يشوف الغلط قدامه ويتقبله عادي جدا. يا عم سيبه نشوف الرعب ده، هو احنا ناقصين ايدز كمان؟ ده بجانب بقى كلام عن السلبية والاهمال الطبي وحاجات تانية كتير، وده اللي بيبان عندنا في اول لقطة في الفيلم. مجموعة من الناس موجودين عند الدكتور بيتكلموا عن مشاكلهم، كل واحد فيهم عنده مشكله مختلفه وجاي بيتكلم عنها. يعني الفيلم ما كلمكش عن الايدز بس، لا يتكلم في مشاكل تانية كتير. وهتلاحظ ده في الكاميرا لما بتيجي على زمايل اسماء عند الدكتور لما كانت بتتكلم في التلفزيون وهم قاعدين بيتفرجوا عليها. الفيلم بيديك هنا دلاله لان في ناس تانية عندهم مشاكل مختلفه، مشاكل لازم نبص لها برضه بعين الاعتبار وما نبصش للايدز بس. ورغم ان الفيلم جرعه كابه كبيره جدا، الا انه بيخليك تخرج بتسال نفسك سؤال: هو انا بعمل الناس دي ازاي؟ هل انا هزيد شخص منهم قبل كده؟ هل انا قدمت المساعده لشخص منهم قبل كده؟ اصلا كلمه شخص دي كلمة غلط، لأن أي إنسان من دول هو إنسان في الأول وفي الآخر. ولو جينا بقى عند الأداء التمثيلي، فهند صبري بالنسبة لي قدمت أقوى أداء تمثيلي ليها في كل أفلامها لغاية دلوقتي. كان في فيلم أسماء إزاي متقمصة دور الفلاحة المصاب بالمرض ده ومتعايشة معاه. مشاهدها مع هاني عادل كانت قوية جدا، ومع سيد رجب كمان المكياج اللي كان مديها صورة الست الكبيرة رغم إنها كانت صغيرة في الوقت ده، وزادت إن هي تمسك العصاية من النص وما تخليش الفيلم على إنه شحاتة إنك تستعطفها، ويبص على مشهدها وهي بتتكلم في التلفزيون وشاشه باين على انها تلفزيون قديم، هتفهم فعلا ازاي قدمت الدور ده بكل قوه. يعني لما هموت من المرض اللي عندكم انتوا.
ده بجانب طبعا بقى ماجد الكدواني اللي هيبدا من اول الفيلم ده علاقه خاصه ما بينه وما بين عمرو سلامه في كل الافلام اللي جايه. ماجد الكدواني من البدايات وفعلا ماشي بصوره تدريجيه قويه جدا قدرت توصله لمكانه عاليه دلوقتي. الفيلم فعلا قوي جدا ومحتاج انك تتفرج عليه اكتر من مره. فيلم اسماء فيلم بيتكلم عن الخوف. الفيلم ده مش عن الايدز، الفيلم ده اولا واخيرا عن الخوف. بعد اسماء عمرو سلامه بيقرر انه يخش تجربه جريئه شويه، ولكن الحقيقه هي ان مش بعد اسماء، لان الفيلم اللي احنا جايين نتكلم عنه ده اتصور قبل فيلم اسماء ما يتصور. ده لان هند صبري سابت عمرو سلامه وقالت له انا رايحه اصور، عايزه اتجوز وهرجع لك تاني. وقتها عمرو سلامه قال ما ينفعش ان انا اقعد سنتين من غير ما اعمل اي فيلم واستنى هند صبري لغايه ما ترجع لي، فقرر ان هو هيعمل فيلم لا مؤاخذه بتكلفه انتاج 2 مليون جنيه. درس لاي صانع سينما ازاي تصنع فيلم بدون اي نجوم فعليا، كل اللي موجودين فيه عيال صغيره واللوكيشنات قليله جدا. الفيلم فكرته بكل بساطه هو طالب مسيحي بيتحاول يتعايش في المجتمع الجديد اللي هو اتنقل ليه، بان هو بيقول لهم ان انا مسلم وبيتعايش على كده لغايه ما بيكتشفوا. الفيلم برضه بيتكلم عن الاخر وانك ازاي تتقبله، والفيلم كوميدي جدا وبيخلي جواك نظره حنين ونوستالجيا لرجوعك للمدرسه مره تانية. فكره اكتشاف النجوم لسه مكمله معانا بعد فيلم زي النهارده آسر ياسين وفيلم اسماء هند صبري برضه، وبنكمل عند لا مؤاخذه وبنكتشف نجم زي احمد داش في صغره اللي حاليا بقى نجم وبيعمل مسلسلات كبيره، بجانب بيومي فؤاد اللي بيقوم بدور الناظر في فيلم لا مؤاخذه واللي كان قايم بدور جار اسماء في فيلم اسماء. بص التدرج في انك ازاي بتخرج نجوم لسه مش معروفه. ده بجانب برضه ان كانت كندا علوش لسه في بدايتها. الفيلم كان بتكلفه صغيره وحقق نجاح كبير جدا عكس اسماء اللي كان بيجيله الفيدباك عنه بالقطاره، وده مش كلامي، ده كلام عمرو سلامه ذات نفسه. ومعنى الكلام ده ان في افلام مش هتجيب لك فلوس ولكنها افلام قويه جدا، وفي افلام ممكن ما تكونش متوقع منها اي حاجه وتحقق نجاح قوي جدا. نطلع بعد كده بقى على ثالث فيلم اثاره للجدل ورابع فيلم في تاريخ عمرو سلامه وهو فيلم الشيخ جاكسون. يا عبد الرحمن ومن الاسم كده انت اصلا هتخاف تتفرج على الفيلم، وبعد كده تقول ان يكون في اساءه للدين ومش هتفرج عليه. وزي اخواتي اللي انت مفكر بان الفيلم ده بيتكلم عن حلال وحرام وانه بيسيء للدين بتاعنا، فاحب اقول لك بص على الفيلم ده بنظره مختلفه، لان الفيلم عموما بيتكلم عن الحيره والخوف اللي جواك. الحيره ما بين انت مين، انت شخص المتدين اللي عايز تصلي وتكون خاشع في الصلاه، ولا انت اللي عندك موهبه او حاجه انت بتحبها بتعملها مع نفسك بس خايف لا تكون حرام. سؤال مهم جدا بيدور جوا اي شخص فينا، هو بيحب حاجه معينه وفي نفس الوقت مش عايزها تعارض الدين بتاعه. قضيه مهمه جدا وشائكه، واصلا المخرج عمرو سلامه دخل في مناقشه كبيره جدا مع الرقابه وكانوا رافضين الفيلم لغايه ما قبلوه. اداء الفيشاوي كان عالي جدا في الفيلم في صوره الشخص المتدين وبيحاول يصنع اللي جواه، بجانب طبعا اداء ماجد الكدواني اللي المره الثانيه هو كان قوي في صوره الاب العنيف مع ابنه القوي جدا من بره ولكن الرخو والضعيف من جوه، وازاي بيبدا الفيلم وانت كارهه وبينهي الفيلم وانت متعاطف معاه. ده بجانب فكره اكتشاف النجوم اللي لسه مكمله معانا في دور احمد مالك. تخلص 2017 ونطلع على 2020، ولكن ستوب. هل عمرو سلامه ما عملش اعمال نهائيه من 2017 لغايه 2020؟ احب اقول لك لا، عمرو دخل وعمل مسلسل طايع، ولكن النهارده جاي اتكلم عن الاعمال السينمائيه اللي هو عملها في الفتره دي. فبالتالي هنتجاوز طايع ونيجي عند واحد من اقوى الاعمال، ولو انت اصلا ما كنتش عارف عمرو سلامه من اول ما بدا لغايه 2017 فاحب اقول لك بان العمل اللي اتعمل في 2020 خلى ما فيش شخص واحد في مصر ما يعرفش مين هو عمرو سلامه. العمل هو ما وراء الطبيعه. قانون رفعت رقم 5، لو عقلك لعبك خده على قد عقله. انا عارف ان عمل درامي وانا جاي اتكلم عن افلام، بس ما ينفعش ان احنا نتخطى الحلقه دي من غير ما نتكلم عن ما وراء الطبيعه. ما ينفعش ان احنا نتخطى الحلقه من غير ما نتكلم على انك ازاي بتشيل حلم على كتافك سنين طويله جدا، توعد وعد الكاتب بانك هتحول العمل بتاعه اللي فيه قراء كتير جدا ليه لعمل سينمائي يتشاف، ازاي بتلف على شركات انتاج كتير جدا عشان يحولوا العمل لحقيقه وكتير ما بيرفضوش، لغايه ما بتوصل بانك بتعمله في اقوى شركات الانتاج وبتعرضه على اقوى المنصات زي نتفليكس. ازاي عدد كبير جدا من القراء يكونوا متقبلين العالم لدرجه ان في اجانب كانوا بيراجعوه، رغم ان كل القراء دول كانوا شايلين لك السيوف ومستنيينك ازاي هتعمل العمل كم ابهار بصري كان قوي جدا من اول حلقه لغايه اخر حلقه، وبالخصوص في حلقات عمرو سلامه اللي كان مخرج فيها، الديكور، الملابس، وطبعا الاداءات التمثيليه. ازاي تقنعني بان احمد امين الممثل الكوميدي يقدم دور درامي قوي جدا ويركب دور رفعت اسماعيل، بحيث ان انا اخرج من المسلسل اقول ان مفيش اي ممثل تاني قادر
قادر على ان هو يقدم العمل دوا بنفس القوه اللي قدمها احمد امين. ازاي اساسا انك تغامر وما تجيبش نجم صف اول في السينما هو اللي يقوم بالدور دوا، وتجيب نجم كوميدي اعماله السينمائيه مش كتير، ويمكن اصلا اعماله السينمائيه مش موجوده. اكتشاف النجوم زي سماء ابراهيم اللي كانت قايمه بدور رئيفه، اللي فعليا ممثله تقيله قوي، وشفنا كم الاعمال اللي عملتها بعد ما وراء الطبيعه عامله ازاي بتنوع الادوار وقوتها فيها. آية سماحه اللي كانت قايمه بدور خطيبته برضه ممثله كويسه. يعني اكتشاف النجوم لسه مكمل معانا من اول عمل لغايه دلوقتي. المراهنه على كل النجوم دول كانت صعبه جدا، ولكن فعلا ابهرونا في العمل ده. انت متخيل مسلسل ما وراء الطبيعه دخل في قائمه افضل المسلسلات المعروضه على قائمه IMDb في الفتره اللي هو نزل فيها؟ انت متخيل ان اصلا ان هو صنف من اقوى المسلسلات في التاريخ، وان في ناس اجانب كانت بتراجع المسلسل دوت؟ الواحد فعلا محتاج حلقات طويله جدا يتكلم فيها عن ما وراء الطبيعه وقد ايه كانت مبهره. العمل دوت فتح الطريق قدام اعمال كتيره جدا بانها تنزل على المنصات، والمنتجين ما يخافوش وينزلوها. ومن النجاح الساحق في ما وراء الطبيعه وانتشار اسم عمرو سلامه على كل القنوات والبرامج، نطلع على اخر اعمال عمرو سلامه السينمائيه وهو فيلم بره المنهج. وكالعاده بقى وانت حفظت لازما وانت خارج من السينما هتسال نفسك سؤال بعد الفيلم دوت، واكيد هتلاقي فيه اكتشاف للنجوم. اكتشاف النجوم المتمثل في الطفل عمر شريف اللي بيقوم بدور نور او عماشه، كامتداد برضه لاحمد داش في فيلم لا مؤاخذه. فيلم بره المنهج هو فيلم موجه ليك انت، وبكل بساطه بيقول لك بان دايما هتلاقي فيه قصه بره المنهج، مش شرط كل اللي اتقال لك يكون حقيقه، واكيد هتلاقي الحقيقه مختلفه تماما. فيلم بره المنهج كل واحد فينا هيختلف في الرساله اللي هياخدها منه. واحد هيشوف بان الفيلم بيتكلم عن غياب الاب، وان المراكبي هو الابوه بالنسبه لنور. واحد تاني هيشوف بانك لازم تكون نفسك وما ينفعش انك تغير شخصيتك بالكذب. واحد تالت هيشوف ان الفيلم بيتكلم عن المواجهه وانك لازم تواجه وما تخافش. الفيلم بيتكلم في حاجات كتيره جدا، وفعليا تقدر تقول عليه بانه فيلم بيتكلم عن حاجه اكبر من طريقه عرضه، وان ازاي المخرج قدر انه يقدم الفيلم دوت في صوره الطفل بطريقه كوميديه عشان ما يخليكش تاخد الفيلم بصوره دراميه وتجزع منه وتكرهه. ده بجانب بقى ان موسيقى راجع حدود في الخلفيه هتخلي ما بينك وبين الفيلم علاقه غريبه جدا، ونظره حنين وابتسامه هتكون موجوده على وشك وانت بتتفرج على الفيلم دوت لغايه اخره. واداء ماجد الكدواني كالعاده اسطوره، كامتداد لكل اعماله في الفتره الاخيره، وان ازاي الراجل دوت وصل لدرجه من النضج كبيره جدا. واحترام عمرو سلامه هنقف كلامنا عن الفيلم لان الفيلم هينزل على النت وتقدر انك تشوفه في اي وقت انت عايزه. وكده نكون اتكلمنا عن كل اعمال عمرو سلامه السينمائيه وليه هي مختلفه ودايما بتقول حاجه. ولكن لو مفيش حاجه من دول اقنعتك، وانا اصلا هنا مش جاي اقنعك، انا جاي اتناقش معاك نقاش سينمائي عادي جدا. لكن النقطه بقى لو عمرو سلامه ما قدمش اي اعمال سينمائيه في تاريخه وعمل اللي هقول لك عليه دلوقتي دوت، فبالنسبه لي ده يكفي. عمرو سلامه من اهم الناس في المجال السينمائي في مصر اللي بيحاول ان هو يساعد الجيل الجديد في انه يقدم حاجه ويظهر. تخيل معايا ان مخرج يقدم لك كل خبرته 15 سنه كاملين قدامك بصوره مجانيه في ورشه بيعلمك فيها الاخراج وكتابه السيناريو، وانك ازاي تخترق المجال، بيعلمك فيها كل حاجه عن السينما فعليا، وانك ازاي تعمل اول فيلم ليك من غير ما يطلب منك اي مقابل. ورشه عمرو سلامه عملها في دهشور اسمها الافلامجيه، خش دور عليها لو انت بتحب السينما، صدقني هتستفاد وهتدعي لي وهتدعي لعمرو سلامه قبليه. وده مش اعلان، واكيد عمرو سلامه ما طلبش مني ان انا اطلع واقول الكلام دوت، انا بس بحاول ان انا انشر الراجل ده عمله ولو حتى لجمهور صغير. في النهايه عمرو سلامه عمله مختلفه، ودايما بتقول حاجه مختلفه، ومش هتلاقي فيها عنجهيه او عنتزه عليك بحركه كاميرا غريبه، ولا هتلاقي فيها اكشن بصوره مستفزه او ناس بتمثل كمالة عدد. هتلاقي فيها افكار واسئله كوميديا، وكمان هتلاقي فيها المتعه. في النهايه بقى لو الحلقه دي عجبتك اعمل لايك عشان الحلقه توصل لناس اكتر، وعشان فعلا بتفرق وان انا اقدر اكمل في المحتوى دوت. وقول لي في كومنت بقى هل السلسله دي عجباك ونتكلم تاني عن مخرجين تانيين، وايه هم المخرجين اللي انت عايزنا نتكلم عنهم. وبس كده كل كلامي في الحلقه دي، اشوفك في حلقه جديده، سلام.